السلام عليكم. فيديو النهاردة هحضر فيه النايتي كيك بطعم جميل جدا واحلى كمان من النايتي الجاهز، وكمان معظم الاطفال بتحبه. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة هنبدأ نعرفها مكونات الكيكة. معايا كوب حليب حوالي 200 جرام، وكوب الا ربع سكر حوالي 150 جرام، وربع كوب زيت 50 جرام، و3 مكعبات زبدة برضو حوالي 50 جرام، وبيضة، ومعلقة كبيرة من الخل. بالنسبة للدقيق معايا 2 كوب من الدقيق، هشيل منهم معلقة كبيرة وهضيف مكانها معلقة نشا. اول حاجة ببدأ احضرها، بجيب كل المكونات كده جنب مني عشان ما انساش اي حاجة. بحط البيضة وبعدين بحط السكر والفانيليا والملح. كل المكونات معايا هنا بدرجة حرارة المطبخ. البيضة والزبدة واللبن سبتهم يهدوا شوية بعد ما طلعتهم من التلاجة وبدأت اشتغل. اهو دلوقتي بحط ذرة الملح وهضرب كل المكونات كده مع بعض. في الاول انا ما حطيتش الخل مع البيض لان بيقلل من نفشة البيض، فبسيبه لما بحط اللبن. فبضرب في البيضة كده مع السكر لغاية ما يفتح لونها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن كمان نعمل مكونات النايتي دي كلها في الخلاط، يعني هنحط كل المواد السائلة اللي انتوا شايفينها دي في الخلاط مرة واحدة ونضربها، وبعدين بنضيفها للدقيق برضو هتديني نفس النتيجة. او ممكن كمان نعملها بالمضرب اليدوي، بس المضرب اليدوي هياخد وقت كتير لان طبعا انا بحب اضرب البيض كويس وينفش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا دلوقتي ضفت الزيت وهضيف كمان الزبدة. النايتي حلاوته في الزبدة لما تكون نوعها حلو وطعمها حلو. كل ما الزبدة تكون طعمها حلو هتديني ريحة حلوة جدا في النايتي. طيب لو ما عندكيش نوع حلو للزبدة او طعم حلو فعادي ممكن نستبدلها بالزيت. طبعا الزيت برضو لازم يكون نوع نظيف وريحته حلوة. هنستبدل بدل ما كنت حاطة ربع كوب زيت هحط نص كوب زيت حوالي 100 جرام، وهنشيل الزبدة خالص. بس بصراحة طبعا الزبدة بتفرق كتير في طعم النايتي بالذات. ميكس الزبدة مع الفانيليا بيديني طعم النايتي المتعارف عليه. ودلوقتي اهو بضيف الخل، دي اخر حاجة في المواد السائلة. هضيفها كده وهضربهم ضربة بسيطة بس كده خلاص. انا هجيب بولة وهحط فيها الدقيق. طبعا اي مواد جافة بنحطها في الكيكة لازم ننخلها كويس. حطيت الدقيق والبيكنج باودر والنشا وبنخلهم كده مع بعض. زي ما قلت لكم مكونات الدقيق معايا كوبايتين دقيق مليانين خالص، شلت منهم معلقة كبيرة وضفت مكانها معلقة نشا. ودلوقتي بضيف المواد السائلة اللي انا ضربتها مع بعض على الدقيق وهضربهم كده بالمضرب اليدوي مع بعض. في المرحلة دي بضربها كده بالمضرب اليدوي العادي. بدخل كده كل المكونات كده مع بعض. ودلوقتي انا كنت مشغلة الفرن. طبعا اي كيك او اي مخبوزات بنحطها في الفرن لازم تكون سخنة في الاول. درجة حرارة الفرن هظبطها على 180 في الرف الوسط. هتاخد تقريبا معايا زي تلت ساعة مش اكتر من كده، من ربع لتلت ساعة بالكتير على حسب الفرن بتاعتك. بعد ما بخلط كده الكيكة كلها كده مع بعض، بجيب صينية مقاس 30 في 40، بدهنه زبدة او زيت او سمنة بحيث لما اجي احط عليه ورق الزبدة تكون ثابتة معايا، عشان لما اضيف خليط الكيك عليها كده من فوق ما تتحركش معايا الورقة كده وما تطلعش مظبوط معايا الكيك. ودلوقتي بعد ما فردت الكيك كله في الصينية بجيب السكرابر وبسويها عشان لما ادخلها الفرن تكون متساوية معايا. بتدخل الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد من ربع لتلت ساعة بالكتير وهتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش بشغل الشواية عليها، هي بتطلع معايا لونها كده. طبعا بغطيها فوطة بسيبها تهدى شوية لما تكون سخنة،
وبعدين ببدأ اشتغل فيها. ما ينفعش ان انا اقلبها من الصينية وهي سخنة، لازم اخليها تهدى شوية وبغطيها. ودلوقتي بعد ما سبتها تهدى شوية، حطيت لها كده زي كيس بلاستيك من فوق، وصينية تاني كده نفس المقاس، بحيث ان انا لما اجي اقلبها تتقلب معايا بسهولة. يعني بصوا انا قلبتها دلوقتي اهو. انا مش عارفة اللون بتاعها من تحت عامل الشكل ده، مش عارفة ازاي. انا بقيس بالظبط عشان لما اجي اقسم الصينية اقسمها مظبوط. طبعا هي 30 في 40، انا قسمتها على 20 20، يعني عشان ايه؟ طبعا انا بحشيها هنا مربى. حطيت معلقتين مربى، اي نوع مربى عندكم بتفضلوه. انا بحب في النايتي مربى الفراولة، بتكون طعمها حلو. بفردها كده على الكيك كلها. ممكن نستخدم كمان اي حشو تاني، ممكن شوكولاتة، نوتيلا، بس النايتي بصراحة بيكون طعمه حلو في المربى. ودلوقتي بجيب النص التاني اللي انا قسمته كده من فوق، بجيبه واحطه على النص ده. طبعا بشيل بالراحة خالص وبحطه كده بكل سهولة. طلع معايا كده زي الحرف بتاعها مش مظبوط، بجيب سكينة وبسويها من كل الأطراف. بعد ما بسويها كل الأطراف بقطعها. عمل معايا 12 قطعة نايتي. طبعا هي كده خلاص تتاكل من غير أي تزيين أو غير أي حاجة. ممكن نزينها من فوق كده برسومات بالشوكولاتة، أو ممكن نرش عليها سكر زي ما أنا رشيت دلوقتي كده عليها سكر بودرة. وده كان فيديو النهاردة النايتي كيك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه ان شاء الله. وهختم الفيديو بدعاء: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.